أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل باقي الدرس التالي. تكلمنا عن نهر النيل والمنابع بتاعته. نبدأ نكمل الدرس. النهارده بيتكلم عن الانفاقات الدولية والإقليمية للمياه الدولية. طيب، قال لك لو أنا عندي النهر بيمر على أكتر من دولة، فهنا بيتعمل اتفاقيات دولية أو إقليمية بتنزل استخدام مياه هذا النهر. لو مر النهر الدولي في أكتر من دولة، فبتعمل اتفاقيات دولية وإقليمية عشان تنظم عملية استخدام مياه هذا النهر. طب اتفاقيات دولية، المنظمة الأمم المتحدة عملت اتفاقية قانون تنظيم استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية. يعني الأمم المتحدة دي قالت يا جماعة أي حد يستخدم النهر في حاجة غير الملاحة، غير الملاحة يعني بيقولوا سفن، تبقى لازم نعمل فيها اتفاقيات. الاتفاقيات دي الهدف من ايه؟ تنظيم استخدام مياه الانهار وتنميتها، ادي رقم واحد. اثنين، اداره مياه الانهار وحمايتها. رقم ثلاثه، تحقيق الاندفاع الامثل والمستدام للاجيال الحاليه والمقبله اللي هي القادمه. تمام؟ طيب، هنا اتعمل اتفاقيات دوليه في على نهر النيل. وضعت دول حوض نهر النيل، عندنا عارف 11 دولة. طب ينظموا استخدام مياه نهر النيل ازاي؟ عملوا اتفاقيات لتنظيم وإدارة وتنمية مياه نهر النيل. أول اتفاقية عندنا قديمة جدا سنة 1929 نصت على كل دول حوض النيل بعدم القيام بأي مشروع على نهر النيل بغير اتفاق مسبق مع مصر. يعني ما فيش ولا دولة من العشر دول يقدروا يعملوا أي حاجة في نهر النيل، أي مشروع يمنع مية نهر النيل أو أي سدود، إلا لما توافق عليها مصر. دي كانت أول اتفاقية. الاتفاقية الثانية عام 2015 بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتفقت كل من مصر واثيوبيا والسودان على عده مبادئ، منهم ان هم يتعاونوا وينموا وعدم التسبب في ضرر استخدام المنصف والمناسب لمياه نهر النيل. كل يستخدم مياه نهر النيل بشرط الا يضر احد باخر. طيب، بقول لك دور مصر في تحقيق التنميه المستدامه لمائيه حوض النيل. مصر منذ القدم تسعى الى تنميه واستثمار الموارد المائيه لنهر النيل بشكل مستدام يحافظ على البيئه ومراعاه حقوق الاجيال القادمه، وذلك تحقيقا لمبادئ الاقتصاد الاخضر. يبقى هنا مصر بتنمي على هدف ان تبقى الاجيال الحاليه والاجيال القادمه تستفاد من مياه نهر النيل. هو الاقتصاد الاخضر، الكلمه اللي جت دي الاقتصاد الصديق للبيئه، يعني غير ملوث البيئه. الهدف السامي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كلمه مستدام يعني مستمر، مع الحفاظ على البيئه وتحقيق العداله الاجتماعيه والحد من الفقر والبطاله. طب ايه هي الجهود اللي قامت بها مصر عشان تحقق التنميه المستدامه يا مستر في دول حوض النيل؟ عندي واحد، انشاء خزان سد صناعي فين؟ على النيل الازرق لصالح السودان. انشاء سد قويل فين؟ بوغندا. دفع تكاليف انشاء خزان جبل الاولياء فين؟ في السودان. طب الهدف منه ايه؟ الانتاج الطاقه الكهربائيه. وبعدين تطهير بحيره فيكتوريا، طهر بحيره فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات. حفر عشرات الابار في كينيا. انشاء مراكز البحوث المائيه في تنزانيا. دي اهم الاشياء اللي قامت بها مصر او الجهود اللي قامت بها مصر بتحقيق التنميه المستدامه. عندي هنشوف كده الاسئله مع بعض. يعد نهر النيل نهرا دوليا؟ طبعا هنقول صواب. اجابه هتكون صواب. طيب، يا عندي يصب نهر كثيرا في بحيره فيكتوريا من جهه الشرق؟ طبعا خطا. امال ايه يا مصر؟ ولا من جهه بدل الشرق هتكون جهه الغرب. طيب، يا عندي يمد نهر صباط بحر جبل بالمياه فتزداد قوه النيل ويتجه نحو الشمال؟ طبعا صواب.
طيب تعد بحيرة تانا تاني أكبر بحيرات طبيعية في العذبة في العالم؟ طبعا خطأ. أمال إيه؟ غير بحيرة تانا، غير بحيرة تانا هتبقى بحيرة فيكتوريا. طيب قامت مصر بإنشاء مركز البحوث المائية في كينيا؟ خطأ. بدل كينيا هتبقى أوغندا. طيب ساهمت مصر في تطوير بحيرة فيكتوريا وخروجها منها الحشائش والنباتات؟ طبعا. كلة مساهمة المنابع الدائمة في مياه نهر النيل بما تمثل اسم السبب. كلة مساهمة المنابع الدائمة في مياه نهر النيل بسبب حاجتين: البخر أو التبخر. التبخر زيادة معدل البخر وتبخر المياه، والمستنقعات والحشائش. هي تم وجود مصر تحقيق التنمية المستدامة المائية لنهر النيل في دول حول نهر النيل. حد اثنين وجود مصر عشان تحقق التنمية المستدامة المائية لنهر النيل في دول حوض النيل. عندي حاجتين: إنشاء سد صناعي وخزان جبل الأولياء. طيب هدف تجمع الحدود قلنا الحفاظ على مائية نهر النيل، على مائية نهر النيل. وعندي الثانية التشاور بما يحقق مصالح دول حول نهر النيل. طيب بعديها دليل على صحة هذه العبارة. قامت مصر دول حاضر بعقد اتفاقية تنظيم وتنمية إدارة مياه النيل. أول اتفاقية اتعملت سنة كام؟ فكروني. أول اتفاقية اتعملت 1929 اللي هي عدم عمل أي مشروع مسبق دون موافقة مصر. الاتفاقية الثانية 2015 اللي هي بين مصر، السودان، اثيوبيا، وبتنص عليها الاستخدام الأمثل لمياه نهر النيل دون ضرر لأحد. دي بالنسبة كان أهم النقاط اللي احنا بعد كده هنتكلم عن الحضارات القديمة في أفريقيا.